شباب تالتة إعدادي دلوقتي هنشتغل الجزء الأول من الدرس الأول في الوحدة التالتة اللي هو مصر تحت الحكم العثماني، اللي هي الفترة ما بين القرن الخمستاشر والقرن الستاشر. في الفترة دي كانت مصر تحت حكم دولة اسمها الدولة المملوكية أو ناس اسمهم المماليك. ليه الدولة دي في مصر اتسمت باسم الدولة المملوكية؟ اتسمت بكده لأن انت اللي كانوا بيحكموا البلد دي كان ناس اسمهم أو ناس بيتلقبوا بالمماليك. ان كان لازم يكون الحاكم امير من امراء المماليك. طب الموضوع ماشي ازاي؟ يعني ايه هو المملوك نفسه؟ انت دلوقتي لو نزلت اشتريت قلم من المكتبة يبقى القلم ده ملكك. نفس الوضع ان انت وقتها اما كان واحد بينزل السوق يشتري بني ادم بيبقى الشخص ده ملكه، والشخص ده بيتلقب بلقب مملوك، بيتقال عليه مملوك لان في واحد تاني هو اللي مشتريه. وبالتالي جمع كلمة مملوك هي جمعها كلمة مماليك. والشخص اللي كان عنده مماليك ده بيتقال عليه أمير من أمراء المماليك، وجمع كلمة أمير أمراء المماليك. في نقطة مهمة دلوقتي ودي هتفيدنا قدام، اللي هي نقطة نظام الحكم كان في الدولة دي إيه؟ نظام الحكم كان يا ترى هو كان شورى ولا وراثة ولا حاجة تالتة؟ هو بالفعل كان حاجة تالتة، اللي هو كان بالنظام اللي يقدر يحكم كان بيحكم. يعني أي أمير من أمراء المماليك كان يقدر يتفق مع بقية الأمراء، كان هو اللي بيتولى الحكم ويبقى هو السلطان ويعزل السلطان الموجود. فكان نظامهم في الحكم لو السلطان مات موتة طبيعية لوحده بيتولى المفروض الحكم ابنه. لكن لو واحد من أمراء المماليك زي ما قلنا اتفق مع بقية أمراء المماليك وطلعوا عليه القلعة بتاعته، قتلوه أو حبسوه، هنا بتتاخد منه السلطة. فكان نظام الحكم عند المماليك كان اللي يقدر يحكم، وبكده كان في تملي صراع ما بين أمراء المماليك. الحتة بتاعت المماليك دي بالنسبة لك مهمة في الفهم، بس ما هياش مهمة قوي في المنهج غير في الجزء اللي هنتكلم عنه. يبقى زي ما قلنا احنا الفترة بتاعتنا اللي هي أواخر القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر كان عندي صراع ما بين 3 دول إسلامية. ال3 دول الإسلامية زي ما احنا شايفين الخريطة قدامنا اهو، في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا اللي هي قارات العالم القديم. بلاقي الدولة الأولى هي الدولة المملوكية، الدولة التانية الدولة العثمانية، الدولة التالتة هي الدولة الصفوية. الدولة المملوكية كانت فين؟ الدولة المملوكية كانت في مصر والشام وبلاد الحجاز. الدولة العثمانية موجودة في تركيا، والدولة الصفوية اللي هي مكانها دلوقتي إيران. الدولة المملوكية كانت عاصمتها القاهرة، الدولة العثمانية عاصمتها الأستانة، والدولة الصفوية عاصمتها مدينة تبريز. العواصم دي بالنسبة لنا مهمة، فاحنا جمعناهم دلوقتي لأن هنشتغل عليهم بعدين. الحدوتة بتيجي كالآتي: إن الدولة المملوكية تعرضت لانهيار اقتصادي نتيجة اكتشاف الطريق اللي قدامنا ده اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح. إن التجارة ما بين الشرق والغرب اللي هي بلاد الشرق اللي هي الناحية دي وبلاد الغرب اللي هي أوروبا كانت بتمر في البداية بالدولة المملوكية في مصر، ولكن مع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بطلت الطرق التجارية تعدي من مصر وبقت تلف حوالين قارة أفريقيا زي ما احنا شايفين، اللي اتعرف باسم طريق رأس الرجاء الصالح. وبكده دولة المماليك اتعرضت لانهيار اقتصادي، زائد ان حصل معركة تانية ان هي معركة اسمها معركة ديول بحرية اتحطم فيها الأسطول المملوك. ومعركة ديول بحرية دي كانت سنة 1509. زي ما قلنا الدولة المملوكية تعرضت لتدهور اقتصادي وتعرضت لأزمات سياسية. أسباب التدهور الاقتصادي كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وكان تحطم الأسطول المملوكي سنة 1509 في معركة ديول بحرية. ممكن يجيني السؤال في الامتحان يسأل ما النتائج المترتبة على معركة ديول بحرية، وده سؤال لوحده كده. هيبقى تحطم الأسطول المملوكي، بس هي دي النتيجة، وضعف الدولة المملوكية اقتصاديا. بالنسبة للتواريخ يا شباب انت مش مطالب بحفظ التواريخ، ولكن هنحفظ مع بعض شوية تواريخ لان ممكن نحتاجها في حاجات في اسئلة هي اللي هتميز الحدث. يعني 1509 اللي هو تحطم الاسطول المملوكي هو اللي هيميز لك معركة الديول البحرية. نكمل كلامنا ونشوف الازمات السياسية. طبعا كان اول سبب اضطراب الامن، ان كان الامن ضعيف. تاني سبب الصراع المستمر بين المماليك على السلطة زي ما شرحناها في الاول. السبب الثالث الفتن والثورات الداخلية اللي كانت حاصلة بسبب أمراء المماليك، ده أدى إلى ضعف القوى العسكرية للمماليك بصفة عامة.
دلوقتي الدولة العثمانية هنبدأ نتكلم عنها. الدولة العثمانية دي في بداية القرن الستاشر بدأ السلطان سليم الأول اللي هو سلطان الدولة العثمانية بدأ بيتجه بغزواته نحو الشرق. فكان الصدام مع الدولتين اللي احنا شفناهم اللي هي الدولة الصفوية في إيران والدولة المملوكية اللي كانت في مصر والشام، بداية بمعركة جلديران. معركة جلديران، المعركة دي أطرافها زي ما احنا شفنا السلطان سليم الأول اللي هو سلطان الدولة العثمانية ضد الصفويين. بالنسبة للنتائج بتاعة المعركة انتصر سليم الأول وهزيمة الصفويين ودخل العاصمة تبريز، وبكده انتهت الدولة الصفوية. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لك ما النتائج المترتبة على أي معركة بصفة عامة، ببدأ بنتيجتين أساسيتين: انتصار وهزيمة. انتصار طرف وهزيمة التاني. انتصار سليم الأول هنا وهزيمة الصفويين ودخل العاصمة تبريز، وبكده انتهت الدولة الصفوية وبدأ يتجه بالجيش بتاعه للدولة المملوكية في مصر والشام. ايه اللي خلى السلطان سليم الأول يتجه لمصر والشام؟ أول حاجة احنا قلناها من شوية اللي هي رغبته أصلا في التوسع، دي تقدر انت تستنتجها ان هو كان عنده رغبة في التوسع ممتلكاته ويوسع الدولة بتاعته. اشمعنى مصر؟ لأن مصر تعتبر قلب العالم الإسلامي. تاني سبب من الأسباب المهمة إن سليم الأول ليه ما قدرش يتوسع على حساب الدول الأوروبية بدل ما كان يتوسع على حساب دول إسلامية؟ إن أوروبا في الوقت ده كانت متقدمة عنه حضاريا وعسكريا، وبالتالي هو خاف يواجه الدول الأوروبية ويخسر. فكانت النتيجة الطبيعية إن هو اتجه إنه يتوسع ناحية بلاد الشرق، وبكده اصطدم بالدولة الصفوية والدولة المملوكية. يبقى النتيجة اللي ترتبت على تفوق أوروبا عسكريا وحضاريا، النتيجة اللي ترتبت إن سليم الأول خاف من مواجهتهم واتجه ناحية الشرق وبدأ يتوسع باتجاه الشرق. يبقى أنا عندي سؤال مهم: بما تفسر اتجاه العثمانيين لمصر والشام؟ ممكن نلخصها في 3 نقط: رغبة سليم الأول في التوسع، خوف سليم الأول من التوسع على حساب أوروبا، ولأن مصر هي قلب العالم الإسلامي. تعال نشوف أول معركة هتدور ما بين العثمانيين والمماليك، وهي معركة مرج ضابق سنة 1516. أطراف المعركة طبعا العثمانيين بقيادة سليم الأول، والطرف الثاني اللي هيبقى قدامهم المماليك بقيادة السلطان الغوري. في الأحداث العثمانيين اللي هو السلطان سليم الأول استولى على إمارة كانت تقع على الحدود ما بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية، كانت إمارة مهمة اسمها إمارة ذي القادر، ودي من الحاجات المهمة اللي بيسأل عليها في الامتحان. يبقى أول إمارة استولى عليها السلطان سليم الأول من المماليك كانت إمارة ذي القادر. بعد كده خرج السلطان الغوري لبلاد الشام ودارت المعركة اللي هي معركة مرج ضابق. نقدر نتوقع النتيجة إن العثمانيين كانت أحوالهم مستقرة عن دولة المماليك، فبالتالي هيبقى انتصار العثمانيين وهزيمة المماليك، وبكده هيبدأ سليم الأول يتوجه بجيوشه ناحية مصر. وتدور المعركة الثانية والأخيرة ما بينهم وهي معركة الريدانية 1517. والريدانية ديت دارت أحداثها في صحراء العباسية. أحيانا بعض الموجهين بتحط السؤال ده، يعني اللي هو المعركة بتاعت أو موقعة الريدانية كانت بتدور فين؟ هيديك اختيارات: الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، الصحراء العباسية وغيره من الاختيارات. فطبعا هنختار الصحراء العباسية. هي بتبقى نقط بسيطة بس بعض الموجهين بتحطها في الأسئلة، نهتم بيها شوية. الأطراف هيفضل معانا الطرف الثابت بتاعنا اللي هم العثمانيين بقيادة سليم الأول ضد المماليك، بس المرة دي بقيادة تومان باي، لأن السلطان الغوري اتقتل بعد معركة مرج ضبق. كانت النتائج مهمة. أول نتيجة انتصار العثمانيين برضو، وانهزم المماليك ودخل العثمانيين القاهرة، وبكده انتهت دولة المماليك في مصر والشام وبقت مصر ولاية عثمانية. وبكده انتهت الدولة الصفوية وانتهى حكم الدولة المملوكية. تعال مع بعض كده نشوف ليه اتهزم الجيش المملوكي وانتصر العثمانيين. تقدر تستنتج الأسباب بنفسك. التفوق العسكري للجيش العثماني كان أقوى من جيش المماليك. إن العثمانيين كانوا بيستخدموا الأساليب القتال الحديثة وأسلحة متطورة عن المماليك. إن نزاع المماليك المستمر على السلطة ده اداهم الضعف وخلاهم أضعف بكتير من العثمانيين،
واحنا شرحنا موضوع السلطة ده من شوية في الأول خالص، إن مفيش استقرار داخلي عند المماليك، وده طبعا أضعفهم عسكريا زي ما اتشرحت قبل كده. النتيجة اللي ترتبت على هزيمة الجيش المملوكي عندي 5 نتائج. طبعا هو هنا مش بيتكلم على مرج ضابق لوحدها ولا الريدانية لوحدها، هو بيتكلم عن الهزيمة بصفة عامة. يبقى السؤال بيجي بتاعها ما النتيجة المترتبة على هزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيين؟ إن مصر اتحولت من دولة مستقلة لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية، والفرق ما بين كلمة دولة وولاية موجود عندك في قوائم الفيديو أنا شرحه قبل كده. النتيجة التانية، اتنقلت الخلافة العالم الإسلامي بصفة عامة دينية وسياسية للدولة العثمانية، وأصبح خليفة المسلمين السلطان سليم الأول، وأي سلطان هيجي من بعده من سلاطين الدولة العثمانية يعتبر هو خليفة المسلمين في العالم الإسلامي كله. 3، بقى سليم الأول هو الحامي الوحيد للحرمين الشريفين، طبعا المقصود بيهم الكعبة والمدينة المنورة. 4، بقى سليم الأول هو الحامي الوحيد لجميع الرعايا المسلمين في العالم الإسلامي. وأخيرا السليم الأول سيطر على العالم العربي في الاتجاهين الآسيوي والأفريقي، زي ما احنا كنا عارفين إن الوطن العربي جناحين آسيوي وأفريقي زي ما خدنا في تانية إعدادي. وبكده انتهى الجزء الأول. دلوقتي هنشتغل الجزء الثاني من الدرس الأول في التاريخ، مصر تحت الحكم العثماني. ملامح الحياة في مصر إبان يعني أثناء الحكم العثماني. مصر خضعت للحكم العثماني 4 قرون تقريبا، من 1517 لحد 1914، ومصر تحت الحكم العثماني أو مصر تابعة للدولة العثمانية تقريبا 4 قرون. ال4 قرون دول كانوا دمار على مصر تقريبا. كان حكم العثمانيين جامد راكد ثابت، مفهوش تفكير مفهوش تجديد. اتحولت مصر لولاية معزولة عن اي مؤثر حضاري. بالظبط كده زي ما انا بقول ان انت لو حبست نفسك سنة كاملة في اوضة مقفولة من غير موبايل او انترنت او تلفزيون او راديو حتى او اي حاجة، ونزلت الشارع بعد سنة، هتحس ان الدنيا من حواليك اتغيرت. تخيل مصر مقفول عليها 4 قرون، ما تعرفش حاجة عن اللي بيحصل في العالم وعن الاختراعات اللي تم اكتشافها في الفترة دي. نبدأ بالحياة السياسية. الحياة السياسية النظام اللي عمله العثمانيين كان نظام في أساسه ضعيف، ودى الحكم للضعف. اتقسمت السلطة ل4 هيئات: الوالي، الديوان اللي هو ديوان القاهرة، الحامية العثمانية، إدارة الأقاليم، ودي كانت في إيدين المماليك. وكان كبير المماليك كان بيتلقب بلقب شيخ البلد، وهو اللي بيشرف على حكام الأقاليم اللي هي زي دلوقتي المحافظات، يعني على كل إقليم من أقاليم مصر أمير من أمراء المماليك، وبيديرهم واحد برضو من أمراء المماليك، وكان بيتلقب بلقب شيخ البلد. في طالب ممكن يسأل يقول هو مش المماليك اتقتلوا؟ لا، هو احنا قلنا ان هم ما بقوش يحكموا، يعني ان السلطة والحكم في ايدين الدولة العثمانية، في ايد السلطان العثماني، ولكن المماليك ما انتهوش، موجودين عايشين في وسطينا. وصلت؟ فكان استعان بيهم العثمانيين ان هم يحكموا الاقاليم لان عندهم خبرة يعني في ادارة شؤون الدولة، بس الحتة دي مش عليك يعني. بكده النظام العثماني كان في داخله عوامل ضعف، لانه طبعا قسم السلطة على اكتر من هيئة، والسلطات دي كان في صراعات ومشاكل وتنافس ما بينها. فكان مدة حكم الوالي بيخليها من سنة ل3. سلطة الديوان والحامية العسكرية كانت زيادة لان كان ليها صراعات مع الوالي. البكوات المماليك، البكوات عشان بس الناس اللي بتسأل، كلمة بكوات هي جمع كلمة بيك، به كاف بك، وده كان لقب بيتقال على المماليك، لقب يعني. فتطلع البكوات المماليك للانفراد بالحكم زي واحد اسمه علي بيك الكبير، وده كان واحد من اللي تولوا منصب شيخ البلد. اشرح لك حتة كده بره المنهج عشان لو حبيت تفهمها. هو ليه السلطان العثماني
خلى حكم الوالي من سنة لثلاث سنين بس، ما زودش. هي الفكرة هنا ان هو عشان ما يديش فرصة للوالي العثماني ان هو يستقل بالحكم، يعني ما يقدرش يظبط اموره ويستقل بالولاية ويكبر دماغه من السلطان العثماني. فعشان كده خلى مدة الحكم من سنة لثلاث سنين بس، عشان ما يقدرش يسيطر على الأحوال ويعلن مصر دولة لوحديها، لا، تفضل ولاية تحت حكم العثمانيين. تعال نشوف حركة علي بيك الكبير. علي بيك الكبير زي ما قلت لك من شوية ان هو كان شيخ من شيوخ البلد، كان اتولى المنصب يعني. انفرد علي بيك الكبير بالحكم، استغل ضعف الدولة العثمانية، زي ما احنا قلنا ان الدولة العثمانية هي اللي عملت في نفسها كده نتيجة سيستم الحكم اللي هي حطته، ان هي وزعت الحكم على اربع هيئات وكان في ما بينهم صراعات، فاستغل حالة الضعف. بقى الحاكم الفعلي لمصر سنة 1768، اخضع بلاد الحجاز، يعني كده بقى بيحكم مصر وبيحكم الحجاز، ما فاضلش بالنسبة له غير الشام ويرجع يعلن الدولة المملوكية تاني. اتحالف مع واحد اسمه الشيخ ظاهر العمر، وده كان حاكم جنوب بلاد الشام. يبقى هو بدأ ياخد خطوات علشان يرجع الشام ويعلن تاني الدولة المملوكية. بعت النائب بتاعه محمد أبو الدهب لغزو بلاد الشام، وقدر يخش. محمد أبو الدهب قدر يخش دمشق. يبقى مين محمد أبو الدهب؟ محمد أبو الدهب ده النائب بتاع علي بيك الكبير، وكان رايح لبلاد الشام يساعد مين؟ هيساعد ظاهر العمر اللي هو حاكم جنوب الشام. ولكن اللي هيحصل زي ما احنا متعودين، المماليك كانوا بيغدروا ببعض من الأول. تفتكروا محمد أبو الدهب مش هيغدر؟ للأسف محمد أبو الدهب غدر بسيده اللي هو علي بيك الكبير وانحاز للسلطان العثماني. مين اللي انحاز يا مستر؟ محمد أبو الدهب انحاز للسلطان العثماني واتفق معاه ضد علي بيك الكبير، وكانت النتيجة فشلت حركة علي بيك الكبير ورجعت مصر تاني ولاية عثمانية تحت حكم الشيخ البلد الجديد اللي هو محمد أبو الدهب. يبقى على مدار التاريخ اتثبت لنا ان المماليك تملي كانوا بيغدروا ببعض. بالرغم معلومة كده بره المنهج برضو عشان تبقى فاهم ان فترة حكم المماليك كان فيها نهضة عمرانية كبيرة قوي، بس المماليك نفسهم كانوا بيغدروا ببعض، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا في نظام حكمهم، خلت في اوقات كتير الحكم المماليك ضعيف. ولما حب حتى يرجعوه بعد ما بقى ولاية عثمانية، انهارت الحركة بتاعتهم نتيجة الغدر والخيانة ما بينهم وما بين بعض، زي ما حصل دلوقتي ان محمد ابو الدهب غادر بعلي بيك الكبير ورجعت مصر تاني ولاية عثمانية. نشوف جزء جديد، الحالة الاقتصادية. اي اقتصاد بيبقى بيتكلم زراعة وصناعة وتجارة. في الزراعة كانت بتعتبر الارض في مصر، ارض مصر كلها ملك للدولة ممثلة في السلطان العثماني، وكان بيتم زراعة الأرض دي عن طريق تكليف الفلاحين بحاجة اسمها حق الانتفاع، إن الفلاح بيستنفع بالأرض، بيستفيد منها، بينتفع الفلاح بزراعة الأرض وملوش الحق إنه يتصرف فيها لأن هي مش ملكه، هي ملك الدولة. الدولة العثمانية من شوية قلنا إن هي ضعفت، وقلنا هي اللي عملت في نفسها كده. طب تعال نشوف إيه النتيجة اللي ترتبت على الضعف ده، إن هي ما كانتش قادرة تجمع الضرايب، فبدأت تطبق نظام اسمه نظام الالتزام. طب ما تيجي نجمع النقطة دي بالنقطة اللي قبلها، ما النتائج المترتبة على ضعف الدولة العثمانية؟ عندي نتيجتين، النتيجة الأولى تطبيق نظام الالتزام، النتيجة الثانية طمع المماليك في الحكم زي حركة علي بيك الكبير. يبقى دي نتيجة مهمة للسؤال مهم، نتيجة ضعف الدولة العثمانية. نرجع تاني لنظام الالتزام. نظام الالتزام ده كان عبارة عن ايه يا شباب؟ ان بيجي شخص بيدفع الضرايب مقدم للوالي، ويرجع بعد كده بيلم الضرايب دي من الفلاح بأي شكل كان بقى، يعذب الفلاح، يقتله، يضربه، المهم ياخد منه الفلوس وخلاص. وبالتالي كان الفلاح بيعاني من نظام الالتزام، وكانت النتيجة الطبيعية انه هيبدأ يرمي الأرض الزراعية ويهملها وهتتدهور الزراعة. يبقى أثقل الفلاح بالضرايب وشدة وتعسف وظلم الملتزم في جمع الضرايب المفروض على الأرض الزراعية. يبقى النتيجة الطبيعية ان الزراعة في مصر اتدهورت نتيجة ظلم الملتزم. وهيبقى فيه سبب تاني، ان الطبقة الحاكمة كانت فيه صراعات ما بينها، ما كانوش مهتمين بإنشاء
مشروعات زراعية، ترع، جسور، سدود، ولا أي حاجة. فبالتالي الفلاح كان بيعاني من كل الأشكال ومن كل النواحي، فأهمل الأرض. يبقى عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع أدى إلى تدهور الزراعة، تدهور أحوال المجتمع الريفي بصفة عامة. بما تفسر ده سؤال تدهور الزراعة، احنا لسه مجاوبينه بسبب كثرة الضرائب وظلم الملتزمين، عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري وإقامة السدود. النتيجة اللي ترتبت على تدهور الزراعة انخفض ناتج المحاصيل، لأن الفلاح أهمل الأرض خلاص، تدهور أحوال المجتمع الريفي بصفة عامة. النقطة الثانية، نقطة الصناعة. تدهورت الصناعة أكيد 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 بسبب تدهور الزراعة، وده وضع منطقي لأن الزراعة هي اللي هتمدك بالمادة الخام، هتديك المادة الخام. بس كان في سبب تاني، إن سليم الأول بعت أمهر الصناع إلى عاصمة الدولة العثمانية. مين فاكر عاصمة الدولة العثمانية اللي قلناها في الجزء الأول؟ صح، شباب الأستانة. يبقى انتقال الحرفيين والصناع المهر إلى عاصمة الدولة العثمانية الأستانة. طب إيه النتيجة؟ بكده مفيش صناع كويسين، مفيش مواد خام، اتبقت في مصر صناعات يدوية بسيطة، وكانت صناعات رديئة وحشة مش كويسة. في سؤال بيجي في الحتة دي، ما النتائج ارسال امهر الصناع الى الاستانة؟ هتقول اصبحت الصناعات يدوية بسيطة ورديئة في مصر. استنتج معايا الجزئية اللي جاية، زراعة مش كويسة، الصناعة مش كويسة. تفتكر يا ترى هل ترى التجارة كان احوالها ايه؟ اكيد هتبقى التجارة وضعها مش تمام. التجارة زي ما احنا عارفين هي نوعين، هي تجارة داخلية وتجارة خارجية. تعال نشوف التجارة الداخلية. بيقول بما تفسر كسدت يعني توقفت التجارة الداخلية. أكيد هجاوب عليه وأقول له بسبب تدهور الزراعة وتدهور الصناعة. التاني سبب افتقاد الأمن. طب ليه يا مستر ما كانش فيه أمن؟ ما هو كان فيه صراع ما بين هيئات الحكم، الوالي والديوان والحامية والمماليك، والدولة العثمانية بتضعف وبناء عليه الأمن هيضعف. كمان ما كانش فيه اهتمام بطرق التجارة البرية، ومع ضعف الأمن والأمان بدأ البدو يهجموا على القوافل التجارية، الغارات المتلاحقة لبدو الصحراء على قوافل التجارة. القوافل اللي هي يعني ايه قافلة؟ ابقى فاهمها لك، هي مجموعة من الجمال أو الحصنة، بيبقى معظمها جمال متحمل عليها البضائع وماشية في الصحراء. بدأ البدو يسرقوا القوافل التجارية، فعشان تتاجر ما بين مدينة ومدينة جوه مصر بتبقى بتخاطر بفلوسك وبتخاطر بحاجتك، لأن في الأغلب البدو هيسرقوهم منك، وبرضه السبب ضعف الأمن والأمان. دي التجارة الداخلية وضعها مش كويس. طب التجارة الخارجية، تدهورت التجارة الخارجية لسببين. في سبب قلناه من شوية اللي هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وان بكده التجارة الخارجية ما بقتش تمر بمصر. والسبب التاني الامتيازات الأجنبية اللي اداها السلطان العثماني للدول الأوروبية، وهنتكلم عن الامتيازات دي أكتر شوية في درس الخديوي إسماعيل أو خلفاء محمد علي. بكده الأوضاع الاقتصادية مش مظبوطة، السياسة أحوال الحكم ضعيفة. تعال نشوف النظام الحياة الاجتماعية. اتقسم المجتمع لطبقتين طبقتين طبقتين، بأكد اهو عشان ما يجيلكش اختياري وتقول لي 3 طبقات، هم طبقتين، انا اكدت عليك اهو. كان المجتمع المصري اثناء الحكم العثماني ينقسم لطبقتين، حكام محكومين. الحكام هم كانوا عبارة عن الاتراك والمماليك، ودول اللي في ايديهم كل سلطات الحكم. طبقة المحكومين اتقسمت لاتنين، هنلاقي ان فيهم طبقة اللي هي الطبقة الوسطى، ودول عبارة عن المشايخ، علماء الأزهر، رجال الدين، كبار التجار، ودول أحوالهم إلى حد ما أحسن من الطبقة اللي بعديهم. الطبقة اللي بعديهم هي اسمها بيتقال عليها الطبقة الدنيا، ودي معظم الشعب، والأغلبية من الفلاحين، صغار الحرفيين الصناع، وعامة الناس. والطبقة دي بقى كان حالها صعب جدا، لأن هي كانت تملي بتعاني من الفقر والظلم والمرض والجهل كمان. يبقى النظام الاجتماعي ما كانش فيه مساواة، كان فيه حكام عايشين وفي ايديهم كل السلطات، المحكومين بيسمعوا الكلام. الطبقة المحكومين اللي اتقسمت لقسمين، وسطى ودنيا، والطبقة الدنيا دي اللي كانت بتعاني من كل حاجة وحشة. آخر جزء معانا هنا الحياة الفكرية والثقافية.
الحياة الفكرية والثقافية تقدر تستنتج. احنا قلنا في الأول عشنا في عزلة بعيدة عن أي تقدم حصل بره، فبلاقي إن الحياة الفكرية تميزت بالجمود والتخلف. ليه؟ العزلة اللي فرضتها العثمانيين على البلاد زي ما قلنا. اتنين، اهتزت مكانة الأزهر العلمية، ما بقاش فيه اهتمام بالعلوم العقلية ولا الرياضية ولا الطبيعية. طيب ايه اللي حصل؟ اهتموا بس بالعلوم الشرعية اللي هي علوم الدين. تدهورت الحياة الأدبية، والنتيجة الطبيعية انتشر الدجل والشعوذة والخرافات والجهل ما بين الناس. يبقى مفيش تعليم، هتلاقي فيه انتشار للدجل، للشعوذة، للخرافات، لأي كلام حد هيقوله لك هتصدقه. عشان كده يا شباب بنأكد على أهمية التعليم. لازم الناس تتعلم علشان ما يبقاش سهل ان انت يضحك عليك او تتخدع. وده دليل اهو من التاريخ بيثبت ان الحياة الفكرية والثقافية لما بتتدهور المجتمع كله بيتدهور. تعال نشوف ايه اسباب انتشار الدجل والشعوذة. يبقى نتيجة العزلة اللي فرضها العثمانيين على البلاد. وبكده يبقى خلص الجزء الثاني من الدرس الاول في التاريخ. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله.